والله ده أغرب موقف اتعرضت له في حياتي. تكون ماشي في أرض بالليل، تلاقي المنظر ده: كيسة مفتوحة، في حاجات كده يعني. حتى أنا دوست واحد فيهم بالغلط، تلاقي موبايلات وحاجات في شنطة. والناس طبعا اللي هتقول لي يعني اسأل على صاحبها أو رجعها لصاحبها. يا جماعة الحاجات دي بقى لها معايا أكتر من سنة، الفيديو ده مصوره بقالي أكتر من سنة، ما لقيتش أو معرفتش صاحبها لحد النهاردة. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، متنسوش تعملوا اشتراك. طيب، زي ما انتم شايفين كده تابلت. التليفون ده برضو يعني كان من الحاجات الحلوة جدا اللي انا لقيتها. تليفون نوكيا من يعني اثري. يعني برضو يعني انا بصور لكم ان انا ماشي في مكان مقطوع. ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد من قناه شارع المستعمل. النهارده هنكمل حلقات سوق الجمعه للموبايلات المستعمله. طيب، الحلقه اللي فاتت او الحلقات اللي فاتت شفنا يعني تليفونات كتير، وبرضه لسه في تليفونات اكتر. تمام، يعني دي كلها برضه موبايلات. طيب، حرفيا في نوادر في الموبايلات. كل الفيديوهات دي هتعلمكم ازاي تشتروا حاجات كويسة، حاجات نوادر من سوق الجمعة. الناس برضو اللي سألتني بتقول لي ازاي نشتري موبايلات او ايه الاسواق في مصر بتبيع موبايلات بسعر كويس في سوق الجمعة، في سوق ديانة. تمام. سوق ديانة غالي نسبيا، يعني هي معروفة. عايز بس اوريكم حاجة. ده موبايل اللي كان اسمه الدمعة. شوفوا اللمعة بتاعت الجهاز من جوه عاملة ازاي. يعني الجهاز ده حرفيا ما اشتغلش، باين من اللمعة بتاعته ان هو ما اشتغلش. طيب نجرب نحط فيه بطارية ونشوف. اللي برضو عاوز عنوان سوق الجمعة او يروح سوق الجمعة منين، اكتب لي في التعليقات وانا هرد على كل الناس ان شاء الله. مشكلة ان انا بصور، فمش عارف ان انا امسك الموبايل كويس او افتحه كويس. في برضه ناس، يعني في ناس في مصر لسه لحد دلوقتي مش عارفة فين سوق الجمعة أو يطرح له ازاي سوق الجمعة. طيب الجهاز ده مش عارف مشكلته في ايه بصراحة، بس غالبا هي بطارية. فخلينا نبقى نجيب بطارية تانية ونجرب، أو لو في بطارية تانية مثلا نجرب عليها. ده برضو من الأجهزة الحلوة جدا اللي لفت نظري من أول ما بدأنا تصوير. بس المشكلة إن أنا مش عارف إن أنا أفك الغطا، فثواني كده. والله أخيرا وبعد معاناة، تقريبا أنا وقفت الفيديو دقيقتين أو 3 دقايق عشان أعرف أفك ظهر الموبايل. طيب خلينا نحط البطارية ونشوف. البطارية دي شكلها فصلت شحن أو فيها حاجة، لأن ده مش طبيعي بصراحة. خلينا نجرب تاني. لا كده البطارية دي بنسبة 100% إن هي خلاص فصلت شحن. طيب خلينا نركن دلوقتي لحد ما نشوف بطارية تانية نجرب عليها. والناس برضو اللي كانت بتسألني الأسعار التاتش ايه، فأنا مش ناسي والله، وهقول لكم كل الأسعار في آخر الفيديو. المشكلة في البطاريات، يعني أنا
احاول ان انا الاقي لكم بطارية، علشان انا حابب بصراحة ان انا اجرب الاجهزة دي معاكم. طيب وقفنا الفيديو 3 4 دقايق لحد ما جبنا بطاريات نجرب عليها الموبايلات. ده الموبايل الدمعة اللي ما كانش عاوز يفتح، فتح على البطارية بدون اي مشاكل. زي ما قلت لكم البطارية التانية كانت فصلت شحن. طيب خلينا نجرب موبايل بصراحة كان عاجبني قوي، وممكن ان شاء الله يعني يطلع شغال ان شاء الله، يطلع شغال، لان فعلا الجهاز ده عاجبني جدا. طيب نوقف كده لحد ما نحاول نفتحه. طيب برضو الجهاز ما فتحش، فهنسيبه للاخر ونشوف. طيب في برضو حاجة كده غريبة لقيتها. الموبايل ده يعني تقريبا كده حجمه قد صبعي تقريبا. يعني هو تقريبا كانوا بيستخدموه في سماعة كسماعة هاند فري يعني. لا حرفيا الموبايل قد صبعي. يعني مثلا لو هنقارنه بجهاز مثلا، فده شكل الجهاز جنبه. طبعا هو من غير بطارية، فصعب ان احنا نشوف هو شغال ولا مش شغال. طيب خلينا نجرب الجهاز ده كده نشوفه. نشيل البطارية اللي مش شغالة. جهاز فتح بدون اي مشكلة. ما شاء الله الجهاز يعني عملاق. الكاميرا بتاعته، طبعا الكاميرا منستناش منها كاميرا احسن حاجة. كل الزراير شغالة تمام بدون اي مشكلة. الجهاز فعلا جهاز حلو جدا وعملي جدا، ونوكيا اصلي مش صيني. يعني ده احسن كتير من الاجهزة الصيني الموجودة ومغرقة السوق وبمبالغ خرافية. طيب خلينا نقفل الفيديو على كده ونكمل الحلقة الجاية إن شاء الله.